أكيد كلنا سمعنا أغنية ست أنا اللي انتشرت في كل مكان. كلماتها الغريبة دي علقت في دماغنا كلنا. بس يا ترى هي مجرد كلمات غريبة وخلاص؟ لا، الموضوع أعمق من كده. في الشرح ده هنفكك سوا العبقرية اللي ورا الأغنية دي، وهنشوف إزاي قدرت تحول سلطة فواكه مع شوية وجع قلب لأنجح أغنية في وقتها. إيه يا ست أنا؟ جملة بسيطة جدا، معناها الحرفي إيه يا جدتي؟ أنا هو. الكلمتين دول هما اللي بانوا واحدة من أكتر اللازمات الموسيقية اللي بتلزق في الدماغ. بس ورا البساطة دي في قصة تانية خالص. طيب إيه السر؟ إزاي يعني كلمات تبان عادية زي دي تكون قوية ومعدية بالشكل ده؟ ده بالظبط اللي هنكتشفه دلوقتي. يلا بينا نغوص في كلمات الأغنية ونفصصها حتة حتة عشان نفهم إزاي اتبنت بذكاء عشان تبقى ظاهرة فيروسية. خلينا نبدأ بأكتر حتة مبتكرة في الأغنية كلها، الطريقة اللي استخدمت بيها الفاكهة عشان توصف مشاعر الحب المعقدة دي. الأغنية دي عملت يعني زي قاموس حب خاص بيها بس كله بالفاكهة. أول حاجة تعالوا نشوف الشاعر بيوصف قلبه إزاي. تخيلوا معايا الصورة دي كده، قلبه برتقانة وبيقدمها لحبيبته بيقول لها ده بتاعك، اعملي فيه اللي انت عايزاه حتى لو هتعصريه. واختيار برتقان بصره ده مش أي كلام. البرتقال ده معروف إنه مسكر ومليان مية، فهو هنا بيوصف قلب حلو كله مشاعر ومستسلم تماماً ليها. الصورة دي بتأسس لفكرة التفاني الكامل والضعف الجميل اللي في الحب. بس مهلاً، الصورة ما خلصتش على كده، بالعكس دي بتتعقد أكتر. فجأة بيقول إن قلبه كمان كمثرية ناشفة، وده بيخلق تناقض يخلينا نفكر. الكمثرية الناشفة دي من بره تبان قاسية وجامدة، وده ممكن يكون رمز لقلب شكله صلب وقوي، لكن من جوه في بذرة بتحب بضمير، يعني في العمق في حب أصيل وصادق. ده بيورينا بعبقرية إزاي الحب ممكن يكون قوي وحقيقي في نفس الوقت. تمام، كل ده كان عن قلبه هو. طب يا ترى قلبها عمل إزاي؟ هنا بقى مود الأغنية بيتغير تماماً وبيتحول لحكاية حظ وحش وخيبة أمل. كلنا عارفين تعبير بطيخة قرعة، يعني تفتحها ما تلاقيش فيها حاجة، خيبة أمل كبيرة. هون هو بيصور قلبها كأنه لعبة حظ أو يا نصيب هو لسوء حظه خسره، مع إنه البطيخ كتير والفرص كانت ممكن تكون موجودة. ده لعب بالكلام ذكي جداً عن الحب اللي من طرف واحد. فإحنا كده قدام سلطة فواكه من المشاعر. لو بصينا على المقارنة دي هنلاقي قلب الشاعر عبارة عن كوكتيل فواكه حلوة ومميزة، أما قلبها فبيوصف بفواكه مرتبطة بالحظ أو بالصدفة أو بالخداع. التناقض ده هو الدراما الحقيقية اللي في قلب الأغنية. طيب بعيداً عن الفواكه وقصصها، خلينا نروح للإحساس المحوري في الكورس بتاع الأغنية، وهو الوجع بتاع انتظار حد، والحد ده عمره ما بيجي. الكلمات دي بترسم مشهد حي جداً ومؤلم. تخيلوا معايا الحالة دي، حالة الانتظار الأبدي اللي ما فيهاش أمل، لدرجة إن الواحد يحس إن الزمن نفسه وقف واتجمد في مكانه بسبب غيابها. اللازمة دي بتحكي قصة الانتظار على 3 مراحل. بتبدأ بفعل حقيقي وهو فتح الشباك، بعدها بيجي الإحساس الموجع بإن الوقت خلاص وقف، والنتيجة في الآخر هي انتظار ملوش نهاية. الترتيب ده بيخلينا نحس فعلاً إنه محبوس في نفس اللحظة. وهنا بنوصل لحاجة عبقرية تانية في الأغنية دي، الخلط بين الوجع الحقيقي ولغة تكاد تكون لغة أطفال عشان توصف جرح القلب ده. كلمة واوا دي كلمة بنستخدمها مع الأطفال عشان نعبر عن الجرح، والمايكروكروم ده مطهر أحمر قديم قوي بتاع زمان. استخدام الكلمتين دول مع بعض بيخلق صورة بتضحك وفي نفس الوقت بتوجع عن هارت بريك. اختيار الكلمات دي بالذات بيدي للأغنية طعم فريد، في حنين للماضي وفكاهة حتى في عز الوجع. طيب بعد ما فصصنا كل ده، إيه بقى الخلاصة؟ إيه هي الخلطة السحرية اللي خلت الأغنية دي تضرب بالشكل ده؟ وصفة النجاح ببساطة هي: أولاً، استعارات الفاكهة المبدعة. ثانياً، إحساس الانتظار اللي كلنا حسينا بيه في وقت ما. ثالثاً، اللهجة العامية الخفيفة والذكية. ورابعاً، اللازمة اللي مستحيل تطلع من دماغك. وفي الآخر الخلطة العجيبة دي بين الضحك ووجع القلب. كل المكونات دي لما اتحطت على بعض عملت أغنية ذكية جداً من ناحية الكلمات وفي نفس الوقت بتلمس القلب. في النهاية أغنية ست أنا قدرت تحول إحساس الشوق والانتظار اللي كلنا بنعرفه لتحفة فنية غريبة وذكية ومستحيل تتنسى. الأغنية دي بتثبت إنه أغاني البوب ممكن تكون خفيفة وممتعة وفي نفس الوقت عميقة وذكية.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير ممكن نفكر فيه. بعد كل الفاكهة دي، يا ترى إيه هو الطعم الحقيقي للحب في الآخر؟ هل هو حلاوة البرتقان؟ ولا مرارة وخيبة أمل البطيخة القرعة؟